انا بقول مع انه هذا المخلوق انا ما للاسف بحبه بنوب بقول لاخواننا متيني، اللبنانيين بس ولكن عم يحكي كلام بمشاربهم جميل. ومذاهبهم ايه، ولي تم اول مره اتخاذ بحياتي. القرار باحتلال او الهيمنه على الجنوب اللبناني، اسمعوا، وكل المناطق التي كان يتحكم بها ويسيطر عليها جماعه حزب الضاحيه، ما راح اذكر اسمه، حزب الشيطان انا بذكر عنه. قد لا يتم الخروج منه بفتره قريبه يعني. مم. في كلام عمين دار اليوم انه الجيش اللبناني يريد ان يجد حلا. كل التحيه للجيش اللبناني وانا كمان بحيي الجيش اللبناني. يريد ان يجد حلا ويتجنب ما يسمى او ما يمكن ان يكون حرب اهليه. يعني يضطر انه يتواجه مع جماعه الحزب وياخذ منهم السلاح بالقوه ويسيطر هو على ما عم يقدر. لا ما عم يقدر. ان حصل راح يكون في حرب اهليه. مضبوط. يعني حتكون كوارثه وعائلاته كبيره على الشعب اللبناني، لانه لبنان عانى من حرب اهليه سنوات طويله بتعرفوا. وعم يحاولوا يتجنبوها بقدر الامكان، لكن هذا الحزب عنيد، ما بيرد، ما بيهمه سلامه لبنان، ولا بيهمه، ما عنده وطنيه للبنان. اكيد ما عنده وطنيه لبنان، لو عنده وطنيه ما بيعمل هذا الحرب ويخلي قصص وتراتيب. مع انه النظام الايراني وقت جد الجد وقت صارت الركضه الاولانيه بتذكروا وقت البيجر وبعدها ما وقف معهم ابدا. بس هلا هن للاسف راهنوا وغامروا وتاجروا باهالينا اللي بلبنان كل الطوائف، ولبنان الان ينزف.